مساء الخير. النهاردة هنعمل وصفة باذنجان رهيبة بدون قلية في الزيت. بجد وصفة سهلة وسريعة جدا وهتعجبك بجد. أتمنى تجربيها وكمان تقوليلي رأيك في التعليقات بعد ما تعمليها. أنا معايا 2 حبات من الباذنجان. ببدأ كده أشيل الجزء الأخير كده وهقطعها لشرايح. بجد الطريقة دي صحية جدا. انا بقولك انتي لو عملتي الطريقة دي مش هتعملي الطرق اللي انتي كنتي واخدة عليها انك تقلي الباذنجان في الزيت. هتنسيكي موضوع انك تقلي الباذنجان في الزيت خالص. ببدأ كده اقطعه لأصابع واقطعه لمكعبات كده الحجم ده. بصوا كده. كل طبعا الكمية كل الاتنين الباذنجان هقطعهم بنفس الشكل كده. كلهم هقطعهم مكعبات كده ويكون طبعا في المصفى. ببدأ كده ايه اجيب هضيف نص، ما هي هضيف معلقة ملح، بضيف نص الاول وهقلب كده الباذنجان وهبدأ اضيف النص التاني الملح. وانا ضفت كده معلقة وهبدأ اسيبهم ساعة وهرجع لكم. هسيبهم ساعة بالظبط وارجع لكم. بصوا بعد ساعة كده ميتهم نزلت خلاص كده لما نقعتهم بالملح زي ما انتم شايفين كده. بحاول انزل اي نقط من المية. ببدأ اجيب طبق بضيف فيه كزبرة ناشفة واضيف كمون وربع معلقة توم مفروم. وهبدأ اجيب ايه، هجيب معلقة زيت فقط، معلقة بس من الزيت. هفضيها كده على التوم والكمون والكزبرة الناشفة وأقلبها كده مع بعض. أقلبهم كده وهبدأ أجيب عندي صينية، هجيب صينية وأبدأ أدهن الصينية بمعلقة الزيت دي بس اللي أنا هستخدمها. بدهن كده. ودلوقتي بكون مشغلة الفرن مسخناه. لازم الباذنجان برضو يخش على فرن السخن، مش هياخد منك 15 دقيقة. وابدأ افضيه كده، افضيهم كده واوزع كده بالفرشة وادهن الوش بتاعها بباقي الزيت كده. الفرن لما يكون مكعبات الباذنجان داخله الفرن سخن والفرن تكوني كده مقفلاه زي ايه، زي الكيكه كده مش بتفتحي عليها، علشان السخونه بتاعه الفرن دي هتسوي معاكي مكعبات الباذنجان بسرعه. ببدأ ادهن كده. كل معلقه الزيت ايه خلاص كده اخدتها. هدخلها الفرن بقى وهكمل معاكم باقي الوصفه. حلة على النار، ده نص عصير من الطماطم، نص شفشف، ودي حلة ما فيهاش اي حاجة. فضيتهم على النار. هضيف لها ايه، هضيف لها بس معلقة سكر واسيبها لحد ايه ما تاخد كده ايه 10 دقايق على النار وهرجع لها تاني. انا كده هدوب السكر ده وهغطيها. بعد 10 دقايق كده بضيف لها ملح وهضيف لها روزماري وفلفل اسمر وبطفى عليها كده. بقى انا جيت للبتنجان في الفرن حطاه على الرف الاولاني. بصوا على طول استوى، ما خدوش معايا 15 دقيقه. وبرفع على الشوايه بس انا مش هحمر قوي لان انا لسه هدخلها في الفرن تاني وهسيب الفرن شغال. انا هسيبه لان انا خلاص الاضافات بتاعتي هضيفها على الباذنجان ده وهدخلها تاني الفرن. تعالوا بقى نشوف ايه الاضافات. طاسه على النار فيها معلقه زيت. هضيف بصله مقطعاها مكعبات صغيره كده. ببدأ أضيف البصل الأول. يبقى أنا ما استخدمتش إلا معلقة زيت واحدة في الباذنجان ومعلقة زيت هنا. ببدأ بشوح كده البصل. بجد الصينية دي يا جماعة هتعجبك جدا. بجد هتعمليها، أنا متأكدة إنك على طول هتعتمدي الطريقة دي. ببدأ كده أشوح في البصل.
ما بتاخدش منك وقت خالص في تسويتها. هبدأ أضيف، أنا مقطعة دول 3 فلفل أخضر مقطعاهم برضو لمكعبات صغيرة، يبقى 3 فلفل أخضر وبصلة، بصلة واحدة بس مقطعاها. كمان المقادير هتلاقوها في صندوق الوصف. بقلب كده، لما ريحة الفلفل تطلع هضيف الإضافة التانية التالتة. زي ما قلت لكم المقادير هتلاقوها في صندوق الوصف. دي برضو 3 حبات من الطماطم، وببدأ أضيفهم مكعبات كده، أقطعاهم وابدأ أقلبهم كده مع بعض. طبعا حاجات اقتصادية خالص وموجودة في كل بيت. هبدأ أضيف لهم ملح وهضيف كمون وهضيف كزبرة ناشفة وفلفل أسمر على عودان من أعودة من الروزماري. ببدأ أقلب كده، ريحة طالعة حلوة قوي. آخر حاجة بقى هضيفها وهطفي النار، نص معلقة التوم دي، نص معلقة التوم بضيفها في الآخر كده وهطفي. بص طلعت الباذنجان بقى بعد 15 دقيقة بس. هبدأ أضيف له كده، أنا سايبة دلوقتي الفرن شغال علشان لسه هدخل كمان الصينية، بضيف لها كده الإضافات دي اللي أنا عملتها. كده ريحة طالعة حلوة قوي. هبدأ كده أوزعهم. لسه هنضيف إضافة كمان. أنا كده وزعتهم على بعض، وهبدأ أضيف الصلصة. ببدأ أضيف الصلصة كده. بجد نفس الصينية دي حلو قوي. في ناس ممكن تعملها ني في ني، مش هينفع، مش هتديكي الريحة ونفس الصينية كده. كده الطريقة دي حلوة قوي. هدخلها دلوقتي الفرن وهوريكم في الشكل النهائي. انا بس بسويها الاول زي ما قلت لكم، الفرن شغال. هدخلها الفرن وهرجع لكم. زي ما انتم شايفين كده، بجد ايه يعني، ما خدتش 10 دقايق كمان لان كل حاجه مستويه. يعني ربع ساعه في الاول و10 دقايق، وبجد صينيه باذنجان رائعه. اتمنى تجربيها، تشجعيني بلايك وتعملي اشتراك.